السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. كما راكم تشوفوا في الفيديو درت معاكم طعام على الطريقة الصيفية، يعني بربوشة صيفية. انا هنا كنت درتها نويتها صدقة على الاب تاعي ربي يرحمه، على الجدة تاعي، على خالي، على جميع الموتى تاعنا، يا ربي يرحمهم وربي يتقبل هذه الصدقة. ربي يرحم جميع موتى المسلمين وربي يصبر الاهل تاعهم. اذا هنا كما قلت لكم بغيت نشارك معكم هذه الطريقه، ونشارك معكم كاع لي زاستيس باش تنجح لكم البربوشه الصيفيه. تبعوا معايا. هنا غادي نحط لكم كاع المقادير، المكونات والمقادير المضبوطه باش تنجح لكم هذه الكيفيه. تقدروا ديروا عليها كابتور ديكرون في لا فيديو هذه، ولا تقدروا تهودوا لتحت صندوق الوصف، غادي تلقاو كل شيء محطوط تماك. اذا هنا لاستيس الاول هما يبيتوا اللحم. توجور كيديروا اللحم الخروف يديروا اللحم تاع الرقبه، يعني الكرومه، يبيتوها في التتبيله تاعها، وعاد الغدوه من داك باش عادك يطيبوه، يعني ماشي في نهاره يطيبوه اللحم، يبيتوه في هذه التتبيله. دونك هذه حاجه استيس من لي زاستيس اللي تخلي البربوشه تاعهم تجيب هذاك المذاق. اذا كما شفتوا عندنا التوابل والملح والطماطم مصبره وقليل من الزيت. نجي نحكم اللحم تاعي، ندخل فيه كاع هذيك التتبيله ونغطيه بالبابي سيلوفان، والغدوه من داك ونخليه يبات تما حتى الغدوه من داك باش نرمي الطعام تاعي. وكاين اللي هاد التتبيله يزيد معاها ثوم. انا شخصيا ما نحبش المذاق تاع الثوم في الكسكس، على بها استغنيت عليه. نتوما لكم حريه الاختيار. صاي هذه الغدوه من داك بكرت له شويه. كما تعرفوا اللحم تاع الغنم يشد شويه في الطياب. شوفوا هنا انا غير نصور ونعاود. كنت مطمسه مازال ما شربتش قهوتي تاع الصباح لا غالب. هنا ما ديروش عليا انا البصل، ما عنديش حبات كاع كيف كيف، على بها درت حبه كبيره والحبات الاخرين شويه صغار. بصح نتوما تلزموا بهذوك المقادير اللي عطيتهم لكم باش يصدق لكم هذا الطعام. نشوفوا هنا غادي نحكم ندير شويه زيت، غير شويه ما تكتروش، نخليه يسخن ونجي نقلي اللحم تاعي يتقلى على غرده. من الاحسن كي ديروا كميه كيما هكا، ولا تبغوا تخرجوا صداقه ولا تكون عندكم مملومه، ديروا اون كوكوط كبيره. انا هنا لا غالب عندي غير كوكوط شويه صغيره. بصح ما يعنيش غادي ندير اللحم يتقلى وحده ومن بعد نقلعه ونرمي البصل تاعي ونعاود نحط فوقه اللحم. تبعوا الفيديو دوك تشوفوا. هنا راني غير نصوركم في هذه البسينه ونعاود. البسينه الزرقاء تاع ام وليد. حرزوا تشلوها هذوك التتبيله اللي تقعد في البسينه، خلوها باسكو غادي نخلطوا معاها شويه من بعد باش نمرقوا. هنا نقلع اللحم تاعي بعد ما تقلى غايه ونجي نرمي فيه البصل. شوفوا البصل هنا رحيته طحنته غايه، يعني ما تخلوهش مرصويات كبار، تطحنوا كيما هكا. وكذلك الطوماطيس نفس الشيء، تطحنوها بهذه الطريقه. نحط البصل تاعي يتقلى ونجي نعاود نرد فوقه اللحم ونخلوهم يتقلوا في رحبه على غرضهم. ما تنساوش تحطوا الماء تاعكم يغلي. كي نمرقوا بالماء غالي. انا هنا راني دايره اون باراليل، راني دايره قدره تاع ماء تغلي. شوفوا هنا زدت معاها قبل ما ندير الطوماطيس نروح نزيد معاها 2 مغارف صغار تاع طماطم مصبره. ما تكتروش بزاف طماطم مصبره باش ما يجيكمش المرق حامض. هنايا كنت رميت الطوماطيس ومن داك الكوكوط صغيره يتبان بلي مرقت، وهنا مازال ما مرقتش. هذا غير الماء تاع الطوماطيس والبصل كيما هكا مع لي مورسو تاع اللحم شويه كبار تما جات سوا. غادي موراها مباشره نمرق على اللحم تاعي عادي بالماء المغلي باينه، ونبلع عليه ونخليه يطيب. شوفوا هنا بعد ما طاب غادي نجي نقلع هذوك الطراف تاع اللحم نوخرهم على جهه. والمرق هنا اللي غادي نتحصلوا عليه غادي يكون مرق خاطر ومركز كيما نقولوا. تما غادي نزيد عليهم الماء، ما نقدش نخلي المرق تاعي كيما هكا، على خاطر غادي نفور فوقه الطعام. دونك هذا هو لاستيس الزاوج، الطعام يتفور فوق المرق.
كيديروه على طريقه صطايفيه. وباش نستحفظ مع المرق تاعي ما يكمليش كاع في التفوار، غادي نزيد له الماء كيما قلت لكم على خاطر مركز بزاف. نزيد له الماء ونوخر منه كميه صغيره ونقاو يكمل لي المرق ونسحق الزايد باش نسقي باينه. هنا المقاطع قاع تمحاولي مانيش عارفه كي صارت لهم راحوا. لقيت عندي غير المقطع هنا كي رميت اللفت. باينه بلي غادي نرمي اللفت هو الاول. انا هنا درت اللفت صعيدي، انا ما لقيتوش ديروا اللفت عادي نورمال. والكورجيت والحمص نخليهم هما التوالى، نرميهم هما التوالى على خاطر عندي الحمص ديجا طايب في الكونجيلاتور. والكورجيت كيما على بالكم ما تشيش بزاف فطير. هنا طعام تاعي بعد ما شللته نشله نقطره ندير له شويه تاع ملح له بالزيت نحطه يفور كيما قلت لكم يفور فوق المرق. الطعام كي ديروه على الطريقه الصطايفيه اللي يفور فوق المرق ما يفورش فوق الماء. من بعد اللي نقلعه من التفوار نجي نحط عليه المرق هذاك، ومن بعد باش عندك نكمل نبله بالماء بارد. اذا هذا هو لاستيوس الثالث اللي يخلي البربوشه الصطايفيه تجيب هذيك البنه. نتمنى انكم تجربوها لانه تاع الصح تجي بنينه. كيما راكم تشوفوا نبله بالمرق المره الاولى، ومن بعد باش عندك نكمل له التبلال بالماء بارد. هنا كيما قلت لكم المقاطع الاخرين التمحاولي باينه كنت من بعد اللي طاب اللفت زدت رميت الكورجيت تاعي وكملت فورته التفويره الزوجه والتفويره الثالثه وعاودت نفس العمليه بللته بالمرق تاعه. ومن بعد كملت رميت الحمص في الاخير. الحمص يغلي غير غليه ونطفي عليه. والطعام تاعي بعد ما يفور للمره الاخيره نزيد ندهنه غير بشويه تاع مارغرين غير شويه على خاطر ديجا المرق تاعنا ميدم بزاف باللحم تاع الخروف تما ما تكتروش. ونجي نحطه في صحن تقديم كيما راكم تشوفوا. بكل بساطه انا ما نبغيش نتفنن بزاف في التقديم، سيرتو الاطباق التقليديه نبغي نحطهم على الطريقه التقليديه. والله بنا ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وادعوا معايا ربي يرحم بابا وربي يرحم جميع موتى المسلمين يا رب. وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. نتلاقوا في فيديو جديده ان شاء الله. مع السلامه. ما تنساش تدعمونا بلايك اشتركوا وفعلوا زر الجرس.